مساء الخير حبيبتي أو صباح الخير حسب التوقيت اللي بتشوفوا فيه هذا الفيديو. أتمنى أنكم تكونوا كتير بخير واشتقت لكم، واليوم جبت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم موضوع كتير مهم، وكل البنات تقريبا بيعانوا من تساقط الشعر والشعر الخفيف. إذا أنا راح أحكي لكم تجربتي شوي مع هذا المشكلة وفين وصلت هلا. أنا شعري كان بيتساقط كتير في أيام. كان عندي خوف كتير إني أصير صلعة. مثل أي بنت، لدرجة أني لما بنام في مرات بحلم نفسي إني ما بقالي ولا شعرة في راسي وبقوم مفزوعة. أنا متأكدة إن في بنات كتير حيقولوا إنه حصل لكم نفس الشي. إذا كانت عندي تجربة صعبة جدًا، وكان السبب إني في وقت كنت باستعمل مجفف الشعر كتير، وكنت باستعمله مباشرةً بعد الدُّش، وباحطّه كتير ساخن وكتير قريب ل يعني كيف عم يقولوا، لفروة الراس. شعري كتير قَل، وخصوصًا من القدّام. بديت أجرب كثير من الوصفات، الكثير، يعني جربت كل شيء تقريبا. بس الوصفة الأكثر فعالية واللي يعني شفت إنها بتعطي نتيجة كتير سريعة وكتير واضحة كانت هي الوصفات اللي معمولة بالثوم. حقيقة هو ريحته بشعة، بس أنا صراحة ما كنت ب... يعني ما كنت بانزعج منها. كنت عادي، ممكن أبات ب... بالماسك في شعري واصبح الصبح أغسله عادي، ما فيش مشكلة. وصفة الثوم أكيد بتعطي النتيجة. بتعمليها المرة الأولى الثانية راح تلاحظي إن في شعيرات صغيرة بتنمو في شعرك، وفي مقدمة الرأس راح تشوفي إن الشعيرات بتنمو. إذا راح أقول لكم شو هي الوصفة. الوصفة مكونة من شيئين، هو الثوم طبيعي طبعا، يعني الثوم الأحمر، لأن في الثوم الأبيض وفي الثوم الأحمر. الثوم الأحمر وزيت الزيتون. بتجيبي زيت الزيتون كمية اللي بتحتاجيها، مثلا ربع لتر. بتجيبيه بتسخنيه شوية، يعني بتسخنيه مش إنه يسخن، لأن زيت الزيتون مش لازم يسخن لدرجة كبيرة. تسخنيه كتير شوي، وبعدين بتحطيه في شي قارورة. وبعدين بتجيبي الثوم، مثلا 3 فصوص ثوم أو 4 فصوص ثوم، وبتخليها بقشرها وبتمسحيها أو بتغسليها وهي بقشرها. وبعدين بتجيبي شي مثلا سكين مثلا، وبتحط الثوم تحت السكين وبتدعسي عليها حتى ت... تدعسي عليها شوي، يعني حتى يكون في مجال ان زيت الزيتون يتفاعل مع الثوم. بتجيبي هذه فصوص الثوم بتحطيها جوا القارورة اللي فيها زيت الزيتون المسخن قليلا كيف ما قلت، وبتخليها لمدة أسبوع على الأقل يعني. وأكيد ما تخليها محطوطة في الشمس، أو يعني حطي زيت الزيتون وبالثوم في مكان من الأحسن إنه يكون مظلم، وبتخليها هيك لحد أسبوع أو أسبوعين. بعدين بتبدي تستعمليها تقريبا كل أسبوع. أنا ما بحب كتير إنك تعملي ماسك كل 3 أيام. بحس إنه بنبالغ، بتكتري على الشعر فما بيستفاد. تعمليها مثلا المرة الأولى تعمليها كل أسبوع الشهر الأول، بعدين كل أسبوعين، بعدين كل 3 أسابيع، بعدين كل شهر، يعني هيك وتمشي هيك. وراح تلاحظي إن شاء الله النتائج روعة، وأكيد الشعر بيطول وبيقوى. الطريقة كيف بتعمليها يعني على شعرك.
بتاخدي شوية زيت، ممكن مثلا تحطيها في سبراي، علبة سبراي عشان ترشي على شعرك، او بتحطي شوية على ايدك وبتشققي بيها شعرك. وممكن تعمليها على شعرك مش بس فروة الراس. وبعدين بتغطي شعرك ب... بشي بلاستيكي، وبتعملي فوقه شي مثلا فوطة او او اشارب او شي، وممكن تنامي بها. يعني ممكن تخليها على شعرك من ساعة لمدة 8 ساعات مثلا، انك تعمليها بالليل وتنامي بها، وفي الصبح تغسلي شعرك. في الصبح لما يعني او بعد ما تعملي الماسك بتدخلي الحمام طبعا، بتغسلي شعرك. شو بنصحك في الحمام؟ انك دائما تختاري شامبو يكون ناعم على شعرك، ما بي ما بي يعني ما بيكون كتير شيميكال، ما يكونش كتير اصطناعي. من الافضل انك تروحي صيدليه وتشتري شامبو من هناك. في كتير شامبوز ب- ناعمين ولطيفين وما فيهم كتير اشياء شيميكال يعني اصطناعيه. وانك في الحمام من الافضل انك ما تمشطي شعرك كتير، لان الشعره بتكون لان جذور او فروه الراس المسامات بيكونوا محلوله. يعني لما بتمشطي شعرك كل الشعر بينزل، واكيد بتلاحظوا انه في الحمام كتير شعر بينزل. اذا اللي بنصحك به دائما في الحمام انك تمشطي شعرك وهو ناشف قبل ما تدخلي، وبعدين في الحمام باش تخليه انك تغسليه مليح بالشامبو بعدين بالمي وخلاص. انا يعني هيك بتعامل معه. واكيد بنصحك بمشط لاسنانه واسعة، يعني مش مشط كتير رفيع. هذا اكيد راح يطيح كل شعرك. ومن الافضل انه لو كان مشط خشبي هذا افضل للشعر. وحتلاحظي انه لما بتمشطي بالمشط خشبي شعرك ما بيطلع هايش. يعني لما بتمشطي بالبلاستيكي اكيد من تحت بيصير يا سلام. بس لما بتمشطي بمشط خشبي بيبقى ناعم من فوق لتحت. اتمنى حبيبتي اني اكون فدتكم واكيد بطلب منكم اللايك لهذا الفيديو لحتى اكمل في هاي السلسله اللي بديتها. اول فيديو راه عملته البارح اللي هو وصفه البقدونس لتفتيح الوجه بسرعه. هي وصفه مجربه ونتائج مضمونه. اذا بدكم تشوفوها تفضلوا، موجوده على القناه. شجعوني اذا بدكم كتير وصفات، اذا بدكم اشارك معكم تجربتي في هالمجال. انا كتير عندي اشياء بدي اشاركها معكم. اتمنى اني افيدكم انه هذه الاشياء تعجبكم. باي، ما تنسوا اللايك والاشتراك. احبكم.